تعالى يا ابني، تعالى ندخل ونتبارك من المكان اللي كان عايش فيه. اللي كان عايش في المكان ده يا ابني؟ ايوه يا ابني، دي كانت الليلة. طب ارجوك يا ابني، هو مين؟ واحكي لي حكايته. هو مين؟ هو الأنبا أمون السادس. أما حكايته تعالى ندخل جوه الليلة وأنا هحكي. أنبا أمون اسم منور في البرية، النجم العالي ساب الدنيا وقلبه اتحرر، أثره حب الفادي غالي. حبيت البتولية وشقيت درب طويل كله صعاب، سلكت طريق ضيق ولقيت قلبي مسيحي لاقي الأحباب. زرعت أعمالك تكبر تعالى لحد سماك طريق ودليل، جنيت أسمرها شجرة بتملى قلوب مشتاقة الحب جميل. كلامك حلو وصمتك قوة، نظرة عينك فيها حياة، جوا في قلبك ساكن هو رب أحبك من علاه. يا منفوس عطشانة شريدة مفيش كلام نقدر نسمعه بعد ما نتكلم مع ربنا غير إننا نقرأ في الكتاب المقدس. إزاي يابا؟ يعني لازم يا أبوي يا حبيبي تبقى عارف إن إحنا لما بنقف ونصلي قدام ربنا يبقى إحنا كده بنكلمه. ولازم كمان يا أبوي تعرف إن إحنا يا حبيبي لما بنقرأ في الكتاب المقدس يبقى إحنا كده بنسمع كلام ربنا، علشان الكتاب المقدس هو كلام ربنا لينا. فهمت يا أمون؟ يعني احنا كده كنا بنتكلم مع ربنا واحنا بنصلي؟ مظبوط يا حبيبي. لما نقرا في الكتاب المقدس يبقى بنسمع كلام ربنا. بالظبط يا أمون يا حبيبي. ما تجيب لنا بقى يا مامون الكتاب المقدس عشان نشوف ربنا عايز يقول لنا ايه النهارده. حاضر. اتفضل. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من إنجيل معلمنا متى البشير بركاته علينا آمين. لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام؟ والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟
ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا. ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم إنه ولد سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. والمجد لله دائما. هيا أمون، فهمت دلوقتي الكلام اللي بابا قاله لك؟ أيوة يا أمي، بس عاوز أعرف ربنا عليه قال لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون. يعني ربنا مش عاوزنا ناكل ولا نشرب؟ لا يا حبيبي، ربنا لما قال الآية دي كان يقصد بيها إننا ما نقدرش نعمل حاجة من نفسنا، لازم يكون هو سمح لنا بيها. وبعد كده رجع وقال إن الحياة أفضل من الطعام. إيه هي الحياة؟ الحياة اللي يقصدها ربنا هنا يا حبيبي هي الحياة الأبدية. علشان كده يا ابني لازم الإنسان يفكر في حياته الأبدية. ولازم كمان يا أمون الإنسان يفكر في الحاجات اللي ربنا وصانا بيها في الكتاب المقدس علشان تقدر تعيش مع الأبرار والقديسين في السماء. دلوقتي هنتعلم مع بعض يا أمون يا حبيبي إزاي نرسم الصليب. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تعرف ترسمه بقى لوحدك؟ بسم الله والابن والروح. لا كده بقى، بص مع بعض. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يلا بقى مرة أخيرة بالواحد. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. جدع يا أمون يا حبيبي. قول يا حبيبي معايا: يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح خليك معانا، خليك معانا، وتشفي المرضى، تشفي المرضى، وادي الفقراء والأيتام، وادي الفقراء والأيتام، وباركنا وباركنا يا ربي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أمون، والمجد لله دائما. صباح الخير يا أمون. صباح الخير يا أمي. مش هتروح مع والدك السوق؟ انت اتأخرت قوي. صباح الخير يا أمي. صباح الخير يا ابني. صباح الخير يا مأمون. يا صباح الخير والهنا. مش يلا يا ابني بقى علشان ما نتأخرش. يلا يا أمي يلا. يلا يا ابني. مش عايزة أي حاجة تاني من السوق يا أمي؟ ربنا يخليك يا ابني، تروح وتجيبوا بألف سلامة. مع السلامة. ربنا يكون معاك إن شاء الله. يا رب يا رب تجيبهم بالسلامة يا رب. يا رب انت قادر ان انت تحرسهم يا رب. مش عارفة بس دخلك مش عارفة. مالك بس؟ مالك يا أمي؟ أبو أمون سلامتك يا رب. مالك؟ انتوا مالكوا اتأخرتوا كده ليه؟ أنا قلقت عليكوا قوي. لا اتأخرت ولا حاجة، سامحينا يا مأمون. أصل إحنا جينا عدينا على الكنيسة يا أمي، أخدنا البركة وجينا على طول. ربنا يبارك فيكم يا ابني ويحافظ عليكم.
أنا هقوم أدخل أوضة استريح شوية. أصلي تعبان شوية. انت باين عليك تعبان قوي. هسيبكم وربنا معاكم. تصبحوا على خير. انت من اهله يا رب. ابوك باين عليه تعبان قوي يا امين. انا هخش اشوفه. خش وانا هصلي شويه وهدخل اشوفه بعد شويه. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ربي يسوع المسيح، يا من تعطينا أكثر مما نسأل أو نطلب، حافظ يا رب على شعبك في كل مكان. المرضى يشفيهم والحزانة عزيهم والمحتاجين اديهم، علشان انت يا رب رجاء من ليس له رجاء ومعين وسند الضعيف. ربنا يا رب امور حياتي زي ما دبرت يا رب لاكل 5000 راجل. لك القوة والمجد إلى الأبد آمين. أبوي أبوي الحق أبوك يا أبوي، أبوك تعبان قوي. الحق أبوك بسرعة يا أبوي، الحقه. أبويا استرها يا رب. هعمل إيه دلوقتي؟ طمني عليك. إيه يابا مالك؟ حاسس بإيه بس؟ لا يابا ما تقولش، بعد الشر عليك. ربنا هيحافظ عليك، صدقني ربنا هيحافظ عليك. أيوة يابا. أمك يا ملهاش حد في الدنيا عند ربنا. حاضر يابا حاضر، بس ربنا أحسن وصدره واسع قوي وحنين، واحنا كلنا يابا عايشين تحت ايديه. صلوا معايا. صلوا بس آمين. رد عليا يا أبوي، رد عليا. سلام يا عمو. السلام والنعمة يا أثناسيوس. وبعدين معاك يا أمون. مالك يا أثناسيوس؟ في حاجة؟ لا مفيش حاجة. أمال مالك طيب؟ بصراحة كده مش عاجباني حياتك. حياتي؟ معاك حق يا أثناسيوس، وأنا كمان مش عاجباني حياتي. ازاي يعني يا أمون؟ في حد مش عاجباه حياته؟ أنا يا أثناسيوس مش عاجباني حياتي، لأن في حياة تانية أحسن من حياتي دي بكتير. حياة تانية؟ يعني إيه؟ مش فاهم حاجة. الحياة التانية يا أثناسيوس
الحياة مع السيد المسيح والعيشة معاه. يعني انت عايز تقول انك هتعيش في الصحراء؟ الحياة مع المسيح يا أثناسيوس مش عيشة في الصحراء وبس. امال ايه؟ بص يا أثناسيوس، الحياة مع المسيح موت عن العالم وعن كل حاجة فيه. ازاي الانسان يموت عن العالم وهو عايش فيه؟ بص يا أثناسيوس، الإنسان يموت عن العالم لما يترهبن، وساعتها لما يبقى راهب يحرم نفسه من كل ملذات العالم وشهواته. انت بتتكلم بجد؟ ده انا كنت جاي اتكلم معاك يعني عشان اسليك. وفيها ايه لما ترهبن يا أثناسيوس؟ طب يلا بينا بعد كده نبقى وبعدين نبقى نكمل الموضوع. روح انت يا أثناسيوس، انا هقعد هنا شوية. هتقعد تعمل ايه؟ ما اقدرش اعمل حاجة يا أثناسيوس، اللي يعمله ربنا هو اللي يمشي. حاضر. يا أبويا مالك يا مالك؟ كبرت يا ضنايا وخايفة عليك. ما تخافيش يا أمي، ما تخافيش، رحمة ربنا واسعة أوي يا أمي. خايفة عليك اليوم اللي تسيبني فيه لوحدي وأنا مش عارفة من غيرك هعمل إيه. ما تقوليش كده يا أمي، ده ربنا أحسن مني، ده أنا ماليش أي لازمة أبدا يا أمي. خايفة عليك يا ضنايا، خايفة عليك من الليل والعتمة بتاعته. ما تخافيش يا أمي، ما تخافيش، بعد الليل والعتمة بتاعته بيطلع النهار، وفي النهار يما الواحد بيقدر يشوف كل حاجة قدامه. بس قوليلي يا أمي، ليه الكلام ده كله؟ أنا حاسة إني خلاص قربت أنتهي. يما ما تقوليش كده، بعد الشر عليكي. آه مالك يا أمي؟ مالك؟ أنا حاسة إني خلاص أيامي قربت. ما تقوليش كده يا أمي، ربنا يديلك طولة العمر. حبيبي خلي بالك من نفسك، اوعدني وما تديش فرصة لعدو الخير هيضحك عليك. فراقك هيبقى صعب أوي يا أمي، ومش عارف من غيرك هكمل ازاي. روح عمك يا حبيبي أحسن مننا. مفيش أحسن منك يا أمي، ده أنا لما بشوفك بكون مبسوط أوي وبشكر ربنا. ليه بس؟ عشان معاكي يا أمي الواحد بيكون في أمان، ويكون عارف إن في سند مسنود عليه. أمون اسند على ربنا، لأنه عمره ما يتحرك. ربك ثابت يا أمون، ثابت وقوي، واوعى تنساني، اوعى تنساني. ما تقوليش كده يا أمي، ده أنا ما أقدرش أنساكم أبدا. فاكرة يا أمي، فاكرة وأنا صغير لما كنت آجي وأقعد جنبك وتخليني أحفظ آيات من الكتاب المقدس؟ فاكرة لما كنت تقعدي تحكي لي عن القديسين والشهداء وإزاي هم سابوا كل الحاجات دي عشان في الآخر يعيشوا مع السيد المسيح؟ وساعتها يا ابني كنت حاسة متأكدة إنك هتنفذ كل اللي أنا حكيته لك عن الشهداء
والقديسين. بس انا يما مين انا بس عشان اتشبه بيهم؟ خلاص خلاص يا ابني، خلاص صلي لي. اوعى تنساني، اوعى تنسى امك. أما سلام يا أمون يا ابني. السلام والنعمة يا عمي. اقعد يا أمون، أنا عاوزك. خير يا عمي. بص يا أمون، بصراحة أنا مش عجباني قعدتك كده. يعني ايه يا عمي؟ يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم اي حاجة. يعني يا أمون يا ابني اللي في سنك دلوقتي خلاص يتجوزوا ومعاهم عيال كمان. بس انا يا عمي انا مش بفكر في الموضوع ده دلوقتي. يعني إيه مش بتفكر في الموضوع ده؟ في واحد زيك يقول الكلام ده برضه؟ انا يا عمي انا مش عايز اتجوز. مش عاوز تتجوز؟ ليه؟ هتعيش راهب؟ ياه دي عيشة حلوة أوي. يا ريت الواحد يعيش راهب. بتقول حاجة يا أمون يا ابني؟ لا يا عمي، كنت بقول إني أنا مش بفكر في الموضوع ده دلوقتي. أمال هتفكر فيه إمتى يا أمون؟ العمر بيجري، وأنا عاوز أفرح بيك قبل ما يجرالي حاجة، وبعدين دي كانت وصية أبوك ليا. بعد الشر عنك يا عمي، ربنا يديك طول العمر. اسمع يا أمون يا ابني، أنا خلاص من بكرة هدور على شريكة حياتك وتكون بنت ناس طيبين، وأنا فعلا عارف ناس طيبين عندهم بنت اسمها رحيل. أرجوك يا عمي، أرجوك يا عمي، أبوس على إيدك، أبوس على إيدك يا عمي، أنا مش بفكر في الموضوع ده دلوقتي. خلاص كفاية كفاية يا أمون، أنا عاوز أفرح بيك، وبعدين دي كانت وصية أبوك ليا. أرجوك يا عمي، أرجوك. اسمع يا أمون، الزواج سر مقدس. عارف يا عمي، بس البتولية أحسن. خلاص كفاية. من بكرة هتكلم مع أبو رحيل، واللي يعمله ربنا هو اللي هيمشي. اتصرف يا رب، اتصرف. انت عارف انا مش قادر ازعل عمي مني، ومش عايز اتجوز. ارجوك اتصرف يا رب، اتصرف يا رب. يسوع المسيح اعيني يا رب، اتصرف انت يا رب في موضوع الجواز ده، وخلي عمي يعرف ان انا مش عايز اتجوز، ونفسي اعيش كل حياتي ليك انت ومعاك انت، ومش مع اي حد تاني. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ مش هو ده كلامك يا رب؟ وانا نفسي انفذ كل كلامك انت. ما تسيبنيش يا رب، أرجوك ما تسيبنيش، ما تسيبنيش. قلت إيه بقى في الموضوع اللي أنا كلمتك فيه يا أمون يا ابني؟ أرجوك يا عم، أرجوك أنا مش عايز أتجوز، أنا نفسي أعيش مع ربنا وأديله كل حياتي. اسمع يا أمون يا ابني، أنا مش بعمل حاجة وحشة،
دي كانت وصية أبوك وأمك ليا، إني أجوزك وأخلي بالي منك طول ما أنا عايش. أرجوك يا عمي، أرجوك، أنا ليا طريق تاني. اسمع يا أمونيا، إحنا مش هنفضل نتكلم في الموضوع ده كتير، لا، أنا عاوز أجوزك يا ابني وأفرح بيك وأشوف عيالك وعيال عيالك حسب وصية أبوك وأمك ليا. عاوز أفرح بيك يا أمون. استنى يا عمي أرجوك، استنى. استنى إيه؟ أنا عارف مصلحتك فين. مصلحتي مش هنا يا عمي، أنا مصلحتي هناك. هناك. أنا مش فاهم أنت تقصد إيه؟ عاوز إيه؟ عايز أترهبن يا عمي. خلاص يا أمون، أنا اتكلمت مع الناس امبارح واتفقت معاهم، وفرحك بكرة على رحيل، واللي يعمله ربنا هو اللي يكون. بص يا رحيل، احنا مش هينفع نعيش مع بعض، لأن في حياة تانية أحسن من الحياة دي بكتير. ايه هي الحياة دي يا أمي؟ والحياة دي يا رحيل الحياة مع السيد المسيح والعيشة معاه. هناك الإنسان بيعيش طاهر، وحياة الطهارة والعفة أحسن حاجة. يا ريت تساعديني إننا ما نضيعش البتولية بتاعتنا، وما نديش فرصة لعدو الخير إنه يضيعها منينا لغاية ما ربنا يختار الصالح. صدقني يا أموني، كلامك ده حرك جوايا حاجات كتير قوي للطهارة، إن الإنسان يعيش طاهر وما نضيعش بتوليتنا. يعني موافقة؟ طبعا موافقة. طب يلا بينا نصلي دلوقتي ونشوف ربنا هيعمل ايه. ازيك يا أمون؟ عامل ايه مع مراتك؟ نشكر ربنا يا عم، نشكر ربنا. اوعى يا ابني تزعلها وحافظ عليها. ما تخافش يا عم. اوعى تفتكر يا أمون يا ابني ان انا ضغطت عليك وجوزتك عشان امنعك من انك تعيش مع المسيح. لا، في ناس كتيرة قوي متجوزين وعايشين مع ربنا وكويسين. عارف يا عم، والموضوع ده احنا سايبينه لربنا، وربنا قادر يختار الصالح. ربنا يبارك فيك ويحافظ عليك انت ومراتك. ربنا يخليك لينا يا عم، وما يحرمناش منك ابدا. يلا قوم بقى الحق وقتك ونام شويه عشان عندنا شغل كتير في الارض بتاعتكم بكره. حاضر. تصبح على خير. وانت من اهلك. يا أمون، خير لك أن تمضي إلى البرية وتعيش هناك كي تتعلم من القديسين الذين يجاهدون كي ينالوا إكليل المجد في الحياة الأبدية. يرشدني يا ابني، أنا أعمل إيه؟ في الخارج ترى ملاك الرب وهو سيرشدك لمكان الأنبا إيسيزيروس. أبروك يا ابني، سامحني، أنا نفسي أعرف أنت مين. أعطني وعدا أن تخرج إلى البرية وأنا أعرفك باسمي. أوعدك أمام الله إني من زمان وأنا بفكر إني أسيب العالم. أنا أنطونيوس أبو الرهبان، وقد أرسلني الرب كي أبشرك لتنال الحياة الأبدية وتخرج وتجاهد في البرية، وسوف يكرم اسمك وأنت في الجسد، وبعد مماتك يكون هناك أعضاء كثيرة من مكان دفنك. سلام الرب يسوع المسيح يكون معك. سمعت يا رحيل، مش قلت لك إن ربنا مش هيتسامح وهيتصرف؟ سمعت يا أمون، بس أنت مش لازم تستنى هنا،
انت مكانك هناك. طب وانت يا رحيم انت هتعملي ايه دلوقتي؟ انا هروح بيت العذارى، هناك هعيش معاهم في الصلاه وفي الصوم وفي الخدمه. ربنا يكون معاك يا رحيم ويحافظ عليكي، بس اوعي يا رحيم تنسيني وصليلي. ربنا يكون معاك ويجعلك شمعة تضيء لكل انسان ظلم الحياه. لازم تكون فاهم يا أمون يا ابني إن العيشة اللي اخترتها لنفسك عيشة صعبة، والطريق فيها طويل والحروب كتيرة، وأنا خايف عليك يا أمون. ما تخافش ما تخافش، ربنا يسند ضعفي ويقويني. وبعدين ده هو اللي قال في الكتاب المقدس: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. خلاص يا أمون، خلاص، خلي بالك من نفسك، واوعى عدو الخير يغلبك. اوعى، وحط ايدك في ايد ربنا. حط ايدك في ايد ربنا وما تسيبوش ابدا، ما تسيبوش ابدا، ما تسيبش ايد ربنا ابدا، ما تسيبش ايد ربنا ابدا. حاضر يا عم. مساء الخير. خلاص يا أمون، خلاص، هتسيبني وتمشي، هتسيبوني وتمشي وخلاص. خلاص يا عمي خلاص. وانت رأيك ايه يا رحيل؟ الرأي كان رأي السما، كان لازم ننفذ كلام ربنا. يا أبويا، طب وأرضك أبوك أعمل فيها إيه؟ أنا مش عاوز حاجة يا عمي، أنا خلاص اخترت الطريق الصالح. يعني خلاص هتسيبني لوحدي يا أمون؟ ما تقولش الكلام ده يا عمي، أنت مش لوحدك. ازاي مش لوحدي؟ ما أنت هتمشي أهو، الدار هتفضل عليا. معاك ربنا يا عمي، ربنا موجود في كل مكان، وهو السند الوحيد يا عمي لكل إنسان. ايوه يا عمي، ربنا معانا في كل مكان، بس المهم ان احنا نكون معانا. الله يبارك يا بنتي. خلاص نويت يا أمون يا ابني؟ خلاص يا عمي خلاص. ربنا يكون معاك، ربنا يكون معاك. سلام يا عمي. أمون، هتمشي كده من غير ما تسلم عليا؟ مع السلامة يا أمون. مع السلامة يا بنتي. مع السلامة يا أمون. مع السلامة. مع السلامة يا أمون. حط ايدك في ايد ربنا يا أمون، ما تسيبوش أبدا، ما تسيبوش أبدا. حط ايدك في ايد ربنا يا أمون. افتكرني يا هاسي وهسيب أرض الأحزان، همشي له طريق الشوق وهشيل صليبه معاه، وهعيش له مسلم أمري، ده أنا ليا مكان جواه. وأرشده روح الرب على يد الأب أنطونيوس إلى مكان سكنه في جبل ناتريا، فاتجه القديس ماري هناك ليعيش فيها. أنا ماشي ونورك قدامي، أنا ماشي ونورك قدامي، وكلامك نوري في أيامي. إبليس إن كان يتحداني، راح أدوسه بدم اللي فداني. أنا ماشي وحبك ليا منار، وصليبك عداني من النار. أنا ماشي مدام انت معايا، والهدف هو واضح جوايا. في طريقي براجع خطواتي، وبتابع صوتك في حياتي.
أنا ماشي وحبك ليا منار، وصليبك عداني من النار. أنا ماشي ودايس على ألمي، وصليبك فوقي صباح عالمي. في طريق أنا لازم أتألم، توهبني ألامك أتعلم. أنا ماشي وحبك ليا منار، وصليبك عداني من النار. أنا ماشي مسافر لنهاية، وهسيب العالم ده ورايا. اليوم الرايح مش راجع، بشرية ومليانة مواجع. أنا ماشي وحبك ليا منار، وصليبك عداني من النار. أنا ماشي مدام انت معايا، والهدف هو واضح جوايا. في طريقي براجع خطواتي، وبتابع صوتك في حياتي. أنا ماشي وحبك ليا منار، وصليبك عداني من النار. أنا ماشي ودايس على ألمي، وصليبك فوقي صباح عالمي. في طريق أنا لازم أتألم، توهبني ألامك أتعلم. أنا ماشي وحبك ليا منار، وصليبك عداني من النار. أنا ماشي مسافر لنهاية، وهسيب العالم ده ورايا. اليوم الرايح مش راجع، بشرية ومليانة مواجع. أنا ماشي وحبك ليا منار، وصليبك عداني من النار. أنا ماشي وصوتك عزاني، من روحك يا يسوع املاني. تسبيحك يعلى في مشواري، وهتافك يحلالي في داري. أنا ماشي وحبك ليا منار، وصليبك عداني من النار. أنا ماشي وحبك ليا منار، وصليبك عداني من النار. قلبي كلام صالح، إني بخبر الملك بأفعالي. لساني قلم كاتب ما إنك أبرح جمالا قد انسكبت النعمة علي. فلذلك باركك الله إذا تعال يا أمونيا. السلام لك يا من أرسلك الأنبا أنطونيوس وجميع الرهبان. السلام لك يا رجل الله. السلام لك يا أمي البتول، حيث كنت في بطنها. أنا ما بنساش كل الكلام ده، ومع كده أنا إنسان خاطئ. يلا بينا ندخل الجبل الجواني يا ابني، وهناك هنعرف مشيئة ربنا.
لبست لبس الرحمن. وانت مش راضي تريح نفسك، طول النهار شغل، طول الليل سهر. انا ما استاهلش ابي، انا انسان خاطئ وما استاهلش اي حاجه. انا خلاص يا امي اللي يشمل مسافر مدينة الملك. يا ريت يا ابني تديني كلمة منفعة من أجل خلاص نفسي. تعب هو أحسن حاجة للإنسان، بالذات لو كان الإنسان بره. ساعتها لازم يتعب، ما يديش فرصة لكسله أبدا. يشتغل طول النهار، يصلي طول الليل، ويفتكر دايما إنه طول الوقت مفيش فرصة لكسب المرتاح، وإن الجسد مرتاح كالأمور يسكن الروح، لأن الجسد اللي مش بيشتغل ويتعب يسكن هو الروح. يا دايما بشوف فيك صورة للسيد المسيح بنفسه، وانت مش راضي تريح نفسك ابدا. طول النهار شغل وطول الليل صلاة، عامل زي النخلة اللي بتطرح وكلنا بناكل منها. السلام لك يا آمون، لماذا عينيك مليئة بالدموع وقلبك حزين؟ عشان أنا ومعلمي ومرشد الأنبا إسيزوروس اتنيح. لا تحزن يا آمون، فإن الأنبا إسيزوروس ذهب إلى المدينة الباقية لأنه كان بالجهد الحسن. أعني يا رب، أعني يا رب على خلاص نفسي، ودبر يا رب كل أمور حياتي. أنا لازم أروح للأنبا أنطونيوس وآخد بركته وأعرف رأي السما في كل اللي هيحصل. أعني يا رب، أعني. أو منطقة القلال، وهي تقع في جنوب بلمتريا بحوالي 10 أيام. لقد أسس فيها الحركة الرهبانية أيضا. يا ترى عامل إيه يا أمون يا ابن أخوي؟ عدت أيام كتيرة أوي وسنين كتير. نفسي أشوفك يا أمون، نفسي أشوفك وأتكلم معاك وأقول لك حاجات كتير كتير أوي. عاوز أقول لك حاجات كتير، أقول لك يا مشرفني، يا رافع راسي وسط الناس، لأنك بتخدم رب المجد يسوع المسيح اللي فدانا بدمه على الصليب. اوعى يا أمون، اوعى اوعى عدو الخير يهزمك. ايوه خلي بالك، امسك في ايد ربنا. يا سلام يا أمون لو ابوك عايش. اوعى تزعل مني يا أمون، اصل دي كانت وصية ابوك ليا، قال لي جوزه وافرح بيه.
إنما أعمل إيه؟ ما هي كانت وصية أبوك ليه؟ كنت عاوز أفرح بيك يا أمون يا ابن أخوك. يا أنت خلاص يا أمون اخترت النصيب الصالح، اخترت طريق المسيح. سامحني سامحني يا أمون يا ابن أخوك. وحشني يا أمون. وبعدين في الكلام اللي بسمعه عن الراجل اللي ساكن في الصحراء، الناس بقت بتتكلم عنه كتير قوي وعن فضايله، وانه رجع كتير لحياة التوبة. بس ده بقى مش معايا أنا. خلاص أقوم دلوقتي وأروح اللي بيسموه الأنبا أمين. وهناك هعرف شغل معاه. مش بيقولوا انه دايما بيصلي بس مش هيقدر يقف قدامي. وريني بقى صلاته هتعمل ايه معايا. خلاص جايالك يا أمي، جايالك. اوعى سيبها يوريني بقى هيعمل ايه. هو مش موجود هنا ولا ايه؟ انا عارف مين اللي جاي وجيتي ليه. الشيطان عدو الخير، بس ما تسيبيش نفسك ليه يا بنتي. لكن بطلب من ربنا يسوع المسيح انه يديكي القوه عشان تهزمي افكار عدو الخير وتستحق يا بنتي انك تعيشي معاه في الحياه الابديه. اوعى يا بنتي تفتكر ان اللبس ده يفضل على طول يستر الجسد، عشان الجسد ده يا بنتي مكانه في الارض. واذا كنت عاوزه تشوفي عفن الجسد ده بعد ما يموت، روحي يا بنتي المدافن اللي شفتيها انت وجايه، وهناك هتشوفي ان الجسد ده ملوش اي لازمه، لكن الروح يا بنتي هي اللي بتفضل عايشه على طول. وبعد كل اللي عملته ده ممكن يكون يتوب. ممكن يا بنتي، ممكن. أرجوك يا أبي، أرجوك. وأنا كنت بعمل إيه؟ وأنا نفذت كل اللي قلته. بس راجل إنك ما ترجعنيش للعالم تاني. أنا مش عايزة أعمل كده. أرجوك أرجوك خليني هنا. أرجوك يا أبي، أرجوك. قلنا عشان نصلي مع بعض، وربنا قادر اللي يختار الصالح. رب يسوع المسيح، من أجل انسحاق هذه المرأة يا رب وندمها وتوبتها، اقبلها يا رب إليك ولا تخرجها خارجا، بل اصنع معها يا رب كعظيم رحمتك. اقبلني أنا يا رب عبدك الخاطئ أمون. سلام لك يا أنبياء أمين يا رجل الرب، لقد سمع الله صلاتك وبكاءك ونظر إلى قلبك محبتك. لهذا أرسلني إليك لكي تتمم جهادك وتستطيع بقوة الرب يسوع المسيح أن تغلب كل حروب الشيطان.
وسلام ربي يكون معك. ايه اللي حصل للزرع؟ ايه اللي حصل للزرع؟ يا خرب بيتك يا سمعان، الزرع خربت يا سمعان، مش عارف اجوز الواد ابني، يا خرب بيتك يا سمعان، الزرع اللي حصل لها يا ربي، يا خرب بيتك يا سمعان، 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 شفت المصيبه اللي حصلت لي؟ ايه اللي حصل؟ زرعت الطين بتاعتي. مالها؟ الدوده خلصت عليها كلها. خلصت عليها كلها ومش عارف اجوز الواد ابني منين، يا خرب بيتك يا سمعان. معلش عارفين اللي حصل؟ لا ما عرفناش. ايه اللي حصل؟ عارفين الراجل اللي عايش في الصحراء اللي اسمه الانبا امون؟ ايوه عارفينه، ده بيقولوا عليه ده رجل بركه وعايش لوحده في الصلاه والصوم. ما انا كنت فاكر كده برضه لغايه ما عرفت الحقيقه. وايه هي الحقيقه؟ قول لنا عليها. النهارده وانا راجع من السوق سمعت كل الناس بيقولوا ان الانبا امون اللي ساكن في المكان اللي عايش فيه معاه واحده ست. الانبا امون ساكنه معاه. الله، معقول الكلام ده؟ انت متاكد؟ انا متاكد، انا سمعت الكلام ده بوداني. طب واحنا هنقعد كده ساكتين؟ احنا لازم نعرف ايه اللي حصل. معاك حق، مش لازم نسكت. يلا بينا يلا بينا. والمجد لله دائما أبديا آمين. بص يا بنتي، من دلوقتي ورايح اللبس ده هيبقى لبسك. ده هيبقى لبسي انا، ده انا مستحقش حتى ان البسه. خد يا بنتي، من دلوقتي ورايح اللبس ده يبقى بتاعك وحافظي عليه يا بنتي، ومن اول ما هتلبسيه والحروب هتبقى شديدة عليكي، بس خلي بالك يا بنتي، خلي بالك. حاضر يا أبي، ويا ريت تصلي من أجلي علشان أقدر أنتصر في الحرب دي. ربنا يكون معاك يا بنتي ويحافظ عليك. تعالي يا بنتي، تعالي. أيوة يا أبي. بصي يا بنتي، كان في موضوع كده كنت عايزة أقول لك عليه. اتكلم يا أبي. موضوع إيه؟ انت يا بنتي مش ينفع تعيشي معايا هنا في القلاية. ربنا أراد إنك تعيشي في قلاية هنا جنبي. بس ما تخافيش يا بنتي، أنا بقى أزورك وأطمن عليكي، بس أنا ليا رجاء عندك يا بنتي. تترجاني يا أبي بعد كل اللي عملته علشاني؟ ده أنا اللي أترجيك وتوسل ليك. قول يا أبي. رجاء يا بنتي إنك تخلي بالك من نفسك، الحروب هتكون شديدة عليكي وعدو الخير مش هيسيبك، وأنا واثق يا بنتي إن ربنا هيقف معاكي ويديكي القوة عشان تهزمي كل أفكار عدو الخير. ربنا قادر إنه يساعدني علشان أهزم كل حروب الشيطان، بس يا ريت يا أبي إنك تصلي من أجلي علشان أقدر أكمل الطريق للنهاية. ربنا يكون معاك يا بنتي وينور لك طريقك. تصرف يا رب. يا نار الرهبان اسمع، الراهب العاصي الأنبا كسر عهد البتولية وخد له امرأة وهي معاه دلوقتي في القلاية بتاعته، لو رحتوا هناك هتلاقوها. معقول الأنبا أمون يعمل كده؟ لا يا ابني، أنا مش مصدق اللي سمعته. لا صدق، لو رحت دلوقتي هتلاقيها معاه. خلاص احنا نبلغ ولا مخبيين ولا مدرسة، هم يبلغوا الأنبا أمون.
السلام يا غنم. السلام ونعمة يا ولاد. احنا جايين نعرف قصي من اللي حصل في الجبل الغربي. ايه اللي حصل يا ولدي في الجبل الغربي؟ ابونا عموما ماله؟ حصل له حاجة؟ لا يا ابونا بس ايه؟ ايه اللي حصل؟ اتكلموا. ابونا عمون معاه واحدة ست في قلايته، واحنا ما جيناش غير لما شفنا وتأكدنا بنفسنا. معقول الكلام ده؟ ابونا امون رجل الله المختار. عموما سيبوا لنا الموضوع ده هتصرف، بس اياك حد فيكم يبلغ الكلام ده لاي حد. حاضر يا حاضر. اتفضلوا يلا روحوا مطرح ما جيتوا. انا خطيت علينا. ربنا معاك. هيا بنتي، فهمت الكلام ده؟ السلام ليك يا ابونا امون. السلام والنعمة. الأنبا أبولو دي بركة كبيرة احنا ما نستاهلهاش أبدا يا سيدنا. دي بركة ربنا يا ابني، احنا ولا حاجة. روحي ولعي النار وخبزي لنا شوية خبز بسرعة عشان ناكل مع بعض. يلا يا ابونا امون نصلي ونطلب معونة ربنا عشان يغفر لنا خطايانا ويكشف لنا حقيقة الأمر. ربي يسوع المسيح الذي صفح عن خطايا شعبه، عرف يا رب الأنبا أبولو حقيقة هذه المرأة حتى يرتاح قلبه. لك المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. اسمح لي أبي، نروح نشوف الساذج عاملة إيه دلوقتي. اتفضل يا ابني. ركضت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مرغبتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب فمن يسمع، لأن من عندك المغفرة. من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك. انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب وعظيم هو خلاص، وهو يفتدي إسرائيل كل أثامه. هللويا. المجد لاسم الله. أجحدك أيها الشيطان، أجحدك أيها الشيطان. قومي يا بنتي، قومي، رب المجد نجاك. قومي يا بنتي. يا إذن تصرف ذبائح القدر والدور في القبر. سلام يا بنتي. سلام النعم يا أبي، اتفضل. أشكرك يا رب، أشكر إنك طمنتني على بنتك. عاملة إيه يا بنتي دلوقتي؟ أشكر ربنا يا أبي، أشكر ربنا. وعاملة إيه أخبارك الروحية؟ بجاهد وبنفذ كل اللي قلت لي عليه يا أبي، من صوم وصلاة وقراءة في الكتاب المقدس. ربنا يبارك فيك يا بنتي ويديكي على حسب إيمانك، بس خليكي فاكرة يا بنتي إن الراهب اللي هيقدر يحافظ على العفة والطهارة بتاعته لآخر يوم في حياته هنا على الأرض، ساعتها يا بنتي يستاهل إنه يعيش مع الأبرار والقديسين. بس يا ريت يا أبي إنك تصلي من أجل نفسي الضعيفة،
طب يلا يا بنتي، يلا بينا نصلي دلوقتي عشان ربنا يترأف علينا ويرحمنا. السلام لك يا أبا، أنا مؤمن بربي قد أرسلني الله أبونا أمون، اصحى يا أبونا أمون. اسم السليم، خير يا أبا أمون. رؤيا مفرحة يا أبونا أمون. رؤيا مفرحة؟ خير. رئيس الملائكة رفائيل ملاك رب المجد ظهر له وأعلن بطهارة الساذج وطهارتك أنت يا أبونا أمون. أشكرك يا رب، أشكرك إنك هزمت أفكار عدو الخير. عايزين نعرف بقى قصة الساذج يا أبونا أمون. يا ريت يا أبي، يا ريت كنت أستاهل أوصل للمكانة اللي وصلت إليها الساذج، ويا ريت كنت أستاهل أكون في المكانة دي دلوقتي. وأنا أشهد لك يا أبي القديس إنها من 18 سنة وهي ما خلعتش المسحر من الشعر اللي كانت بتلبسه. وأشهد لك كمان يا أبي إنها بتصوم يومين من أول ما جات، وأنا شايف تصرفاتها في تأمل. وعمرها يا أبي، عمرها ما أكلت غير الخبز والملح. ومن أول ما جات هنا كنت دايما بشوفها بتصلي. وده كل اللي أنا عرفته عنها خلال الفترة اللي عاشتها هنا معانا. عجيب الله في قدسيه، الله لا يترك نفسه بلا شاهد، يخرج من الضعف قوة ومن الجاف حلاوة. أعلمني الملاك رفائيل إنه سوف تصعد ذبيحة من هذا المكان. يمكن يا أبي هتصعد من هنا روح الطاهرة الساذج. طب بعد إذنك يا أبي أنا هروح أشوفها. روح يا أبونا أمون، الرب اختبر قلبك يا أبونا أمون. إيه يا أبي القديس؟ الساذج تعبانة جدا بره، وأنا مش عارف أعمل إيه. يلا نروح نشوفها يا أبونا أمون، يلا بسرعة. زي يا أبي ما كنت عايشة في حياتي عندك بعد ما أموت ادفني جنبك في القلاية في المكان اللي كنت عايشة فيه. حاضر يا بنت. يا أبتي في يديك أستودع. ربنا يحيي نفسك في فردوس النعيم. هناك عند القبر الخالي وقفت أتذكر آثامي، مع فرحي أتذكر أحزاني، من فم بقايا أيامي. هناك عند القبر الخالي
لأجل المحبة الإلهية أنا هرجع ديري برهباني ومليتي. اوعى تنساني يا ابي الانبا ابولو، واذكرني في صلاتك حتى يترأف الله علي ويرحمني ويغفر لي خطيتي. أنت مش محتاج لصلواتي يا أبو نعمون، ده صلواتك هي اللي صعدت واشتمها الله رائحة بخور زكية أمامه لإنكار ذاتك ومقاوة وطهارة قلبك. أبو نعمون تمم جهادك على الأرض عشان تاخد الأكاليل الأبدية، اوعى عدو الخير يضحك عليك ويخطفها منك. بارك علي يا ابي القديس الانبا ابولو، واذكرني في صلاتك. سلام يا أبا. مع السلامة. اتركك بالسلام في رعاية الله. نعم اتفضلوا يا أبا. سلام يا أبا. أنا أقول سلام ونعمة يا محمد. يا ريت يا أبا تقول لنا عن اللي حصل معاه. أيوه يا ريت يا أبا تقول لنا عن اللي حصل معاه. من المحبة يا أولادي اللي علمها لنا رب المجد يسوع المسيح إن إحنا نحب بعضنا بعض وما نديش فرصة لعدو الخير يضحك علينا ويخلينا نمشي وراه. وإيه اللي حصل يا أبا؟ أنا فعلا رحت للأنبا أمون في قلايته ولقيت الست دي عنده. مش قلنا لك يا أبي؟ للأسف يا أبائي الشيطان قدر يضحك عليهم ويخليكم تفتكروا إن أبونا أمون كسر عهد البتولية. وإيه اللي حصل يا أبي؟ اللي حصل إن ملاك الرب رفائيل ظهر لي وقال لي وثبت لي إن أبونا أمون طاهر والست اللي معاه كمان طاهرة وعايشة في حياة التذلل والانسحاق. وقال لي كمان وصي أولادك وخليهم يحافظوا على إسكنهم المقدس زي ما عمل الإناء المختار أبونا أمون. سامحنا يا أبا. ما تنسوش يا أبائي لما بنيجي نصلي ونقول يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 قامت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا نجنا. عشان نموت حواسنا الجسدانية لازم نجاهد ونتعب. فطوبى لمن عاش هذه الصلاة زي أبونا أمون الرجل البار. سامحنا سامحنا. ربنا يسامحكم يا أولادي، ربنا يسامحكم. من الأعماق وصرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، تكن أذنيك مصغوتين إلى صوت تضرعي. إن كنت إلى آثام راصدا يا رب من يسقط. إلى متى يا رب تنساني؟ إلى الانقضاء؟ حتى متى تصرف وجهك عني؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ يا رب يسوع المسيح أعيني. يا رب يسوع المسيح يا رب يسوع المسيح أعيني أنت الخاطئ. يا رب يسوع المسيح يا رب يسوع المسيح أعيني أنت الخاطئ. يا رب يسوع المسيح أنت الخاطئ.
يسوع المسيح. يا رب يسوع المسيح أعني من الخاطئ. سلام يا أبي. السلام والنعمة. تعال، أنا عارف أنت عاوز تقول إيه. يا أبي، أنا نفسي إنك تقبلني إني أكون تلميذك وأتعلم منك. بس أنا ابني ما استاهلش الكلام ده. يا أبي ما تقولش كده، دي بركة كبيرة ليا أنا إني أكون تلميذك. إحنا كلنا تلاميذ عند المعلم الصالح رب المجد يسوع المسيح. ربنا يكون معاك يا ابني في طريق النعم اللي اخترته لنفسك. سلام يا ابونا امون يا رجل الله المختار. السلام والنعم. الأمر أقول له اتفضل يا سيدي اتفضل. ازيك يا قديس؟ عامل ايه؟ كيف حالك؟ نشكر الله يا سيدي، عايشين بصلواتك. كلمنا يا أبا أمون عن محبة الله للإنسان. تكلم يا رب على لسان عبدك الخاطئ. وهكذا أحب الله الإنسان حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ومن محبة ربنا لينا إحنا الخطاة إنه لما فكر ينزل على الأرض خد شكل الإنسان، يعني شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية وحدها، لأنه قدوس وبار ولا يوجد حبا أعظم من هذا أن يبذل الإنسان نفسه من أجل الآخرين. ومن محبة ربنا لينا كمان إنه خلق الإنسان أحسن حاجة في الكون، خلقه على شبهه ومثاله. يا ريت يا أبي تجيب لنا شوية خبز وشوية ملح. سامحني يا أبي القديس، أنا ما عنديش هنا خبز يمكن من 6 شهور كمان. أمال بتاكل إيه يا أبونا أمون؟ سامحني يا أبي القديس، أنا عايش على أعشاب البرية. سامحني وبارك على ضعفي، ويلا بينا نصلي دلوقتي وربنا يختار الصالح. ربي يسوع المسيح، انظر يا رب إلى احتياجنا الآن، وانت عارف يا رب قد ايه انا ما عنديش حاجة عشان اقدمها. اتصرف يا رب، اتصرف. لقد سمع الرب صلاتك وبكاء عينيك، أرسلني إليك بهذه المائدة حتى تأكلوا من هذا الخبز السماوي وتقووا بالرب. طوباك يا أنبا أمون، حتى السماء بتلبي طلبات. أنا مستحقش الكلام ده يا أبي، أنا إنسان خاطئ ومليش أي لازمة. وبعدين مين أنا الحقير عشان السماء تسمع كلامي وتلبي طلباتي؟ مين أكون أنا يا أبي؟ أنا إنسان خاطئ وضعيف. أنت رجل الله المختار يا أنبا أمون. سلام يا أبي. السلام والنعمة يا تدرسي.
مالك يا ابني؟ في حاجة؟ لا يا ابني مفيش حاجة. امال مالك ليه على طول سرحان؟ يا تدرس يا ابني، الواحد مش قادر ينسى أبدا إن طريق الحياة الأبدية صعب وضيق أوي يا ابني، لكن طوبى للإنسان اللي يقدر يمشي ويكمل فيه للآخر وما يديش فرصة لعدو الخير إنه يضحك عليه ويرجعه مهما كانت الحروب شديدة عليه. والإنسان اللي يقدر يمسك في إيد ربنا ويكمل للآخر، وساعتها يا ابني مفيش حاجة هتقدر عليها. والسيد المسيح بيقول: ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك. يا أمون، لقد أرسلني الرب إليك حتى أعلمك إنك لابد أن تمضي من هنا وتذهب إلى بيتك وتأخذ لك امرأة وتتزوج منها، وحتى يكون لك أولاد على الأرض، وحتى لا ينتهي اسمك أبدا. ولو كانت دي إرادة ربنا يبقى تعالى نصلي مع بعض عشان ربنا يرشدنا. غلبتني يا أمون، غلبتني يا أمون، غلبتني. مش هسيبك يا أمون، مش هسيبك. عظيم هو اسمك يا رب، عظيم هو اسمك يا رب الذي خلصني من حروب هذا الشرير. تعال تدرس يا ابني، تعال ارتاح شوية، ده انت من الصبح شغال وتعبان. حاضر يا أبي. عارف يا أبي، نفسي أعيش فضيلة الطاعة والسكوت. كلمني عنها يا أبي. بص يا تدرس، أحسن حاجة للإنسان هي السكوت، عشان الإنسان اللي بيتكلم كتير بيغلط كتير. ولو الإنسان غلط يا ابني يبقى بعد عن ربنا، ولو الإنسان بعد عن ربنا يا تدرس يموت، لأن الحياة هي المسيح والموت هو الربح. لازم أن تكون عارف يا تدرس يا ابني إن الإنسان اللي بيتكلم كتير ما بيديش فرصة لنفسه عشان يسمع ويتعلم كلام الحياة الأبدية. حاول يا ابني، حاول على قد ما تقدر انك ما تتكلمش كتير عشان ما تغلطش وتتعلم كلام الحياة الأبدية. وبالنسبة للطاعة يا ابني فربنا قال عنها: ابن الطاعة بتحل عليه البركة. يعني لو الإنسان كان مطيع وسمع الكلام ساعتها تحل عليه بركة ربنا يسوع المسيح. سلام يا ابونا. السلام عليكم. صلي ليك يا ابونا، انا حاسس ان ربنا هيشفي على يدك. ربنا هو الشافي. سلام عليكم. صلي ومراتي تعبانة. ربنا قادر يشفي. أغاني تدرس يا أغاني يا أبي.
مالك يا ابني؟ بلاش الفكر ده، وبعدين ما فيهاش حاجة. أنا كنت بزور واحد من إخواتك الرهبان وخدت بركته. يا ابني انت ليه بتعمل في نفسك كده؟ ليه مش عايز ترتاح؟ بلاش الكلام ده يا ابني. ده النفس لو ما كسرتهاش هي اللي ممكن تكسرك يا ابني. وعشان تكسر نفسك يبقى لازم تدور على ايه اللي بيتعبها وتعبه، عشان النفس المرتاحة يا ابني بيسكن جواها عدو الخير. فاهم يا ابني؟ فاهم يا ابني، بس انا كنت عايز. بس يا ابني ملوش لازمة الكلام ده دلوقتي. ربنا يكون معاك ويبعد عنك عدو الخير، بس خلي بالك يا ابني ما تديلهوش فرصة عشان يبعدك عن ربنا مرة تانية. ربنا يخليك لينا ويخلينا كلامك الحلو. ربنا يكون معاكم وانت تبصر، ونكون سامعين عاملين بالكلمة وليس سامعين فقط خادعين أنفسنا. بسم الله والابن والروح القدس إله أحبائي. إنجيل النهارده يا أحبائي بيكلمنا عن محبة السيد المسيح له كل المجد لكل أولاده، وأكبر دليل على كده إنه راح بنفسه لغاية القبر بتاع لعازر وبكى عليه، وده لأن قلبه رحوم وبيحب كل أولاده. وصرخ بصوت عظيم وقال: لعازر هلم خارجا. وخرج الميت. وده أكبر حاجة يا حبايبي تدل على محبة السيد المسيح لكل أولاده. مش عايز أطول عليكم، ربنا يكون معاكم ويرعاكم ويحافظ عليكم، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. يلا تدرس. بس يا ابي هنروح فين؟ انا مش عارف. يلا يا ابني، وهناك هتعرف. الأنبا أنطونيوس محتاجنا. الأنبا أنطونيوس؟ يلا يا ابني يلا عشان ما يتأخرش. حاضر يا ابني حاضر. ربنا يبارك فيك يا ابني، ربنا يبارك فيك. حللني يا ابي، انا كنت بدور عليك، كنت فين؟ يا تدرس يا ابني، دي كنيسة القيامة دي حلوة قوي. ابي كنت هناك؟ طب احكي لي. ايوه يا تدرس، وانا بصلي جه ملاك الرب وخدني لغاية هناك. وبعد ما زرت القبر بتاع السيد المسيح رحت نهر الأردن ونزلت اتباركت فيه، وبعدها رحت جبل الزيتون وصليت في المكان اللي غسل فيه السيد المسيح أرجل تلاميذه والأطهار. وفجأة كده شفت حاجة كبيرة أوي عليها خبز، وأول ما أكلت منها شفت التلاميذ حواليا واتباركت منهم. وبعدها طلبت من السيد المسيح إنه يرجعني تاني. يا أبي انت بركة كبيرة أوي. بس يا ابني ما تقولش الكلام ده،
ده ربنا عمل كده يا تدرس يا ابني عشان نعرف حاجة واحدة بس، إن الإنسان اللي يقدر يثبت ضد تجارب عدو الخير وما يدوش فرصة عشان يرجعه تاني لورا، ساعتها الإنسان ده بس يا ابني يستاهل يعيش في المكان ده. أبي أيوة يا تدرس يا ابني، في حاجة كنت عايز أقول لك على حاجة. تعالى يا تدرس يا ابني، عايز تقول إيه؟ الحروب يا أبي ما بقتش عارف أعمل فيها إيه. عدو الخير يا ابني. أيوة يا أبي. خلي بالك منه يا تدرس. إزاي بس؟ من فترة الحروب عمالة تزيد عليا وأنا مش عارف أعمل إيه. بالصلاة والصوم يا ابني، بالصلاة والصوم يقدر الواحد يهزم عدو الخير. طب ورشدتي يا أبي أعمل إيه؟ ربنا يكون معاك يا ابني ويحافظ عليك، بس خلي بالك يا تدرس إن عدو الخير ده عامل زي الأسد الزائر، أي حد حواليه ممكن يبتلعه. طب صلي لي يا أبي، صلي لي عشان ربنا يرحمه. ربنا يكون معاك يا ابني ويحافظ عليك. مش ده اللي حصل ولا انا كمان معقول ده يحصل؟ بس ازاي محصول بوظ السنه دي كلها؟ في كل النواحي هو المحصول باظ، وانا اللي كنت فاكره من دوت القط. الحق ابني ايه اللي حصل؟ يتكلم. كان بيلعب مع العيال قدام البيت وعضه كلب، بس العضه كانت شديده وهو لسه صغير. ازاي ده يحصل بس؟ ازاي؟ هو ده اللي حصل قدرة ربنا. انت لازم توديه للحكيم عشان يشوفه. العضه كبيره ومش سهله ولازم توديه للحكيم عشان يشوف. ملوش لازمه الحكيم يا جماعه. ملوش لازمه ازاي بس؟ ازاي؟ بص، في راجل بركه عايش فوق في جبل نتيا، بيقول ان هو ياما شاف ناس كانت تعبانه وخفت بصلاتها، روح له اكيد هيشفي ابنك. حاضر. لازم تروح له، ها؟ لازم تروح له. بص يا تدرس يا ابني، عايز اقول لك على حاجه. ربنا بيحبنا محبه كبيره قوي، وعشان كده نزل على الارض واتصلب ومات علشاننا، وبعد ده كله باسمه الله محبه. بس السلام اتصرف يا رب. البقرة اتسرقت. بقرة ايه اللي اتسرقت يا ابني؟ تعالى يا ابني، تعالى نخرج بسرعة وهتعرف دلوقتي. يلا اتصرف يا رب، اتصرف. بس يا ابني احنا جايين المشوار ده كله ليه؟ عشان بقرة؟ هتعرف دلوقتي يا تدرس يا ابني احنا ليه جينا المشوار ده كله. هتعرف دلوقتي. ما تخافش ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ان شاء الله ربنا يشفيك. انا يا ابوي ابني بيخاف يلعب قدام البيت، عضه كلب وساعتها مش راضي يخف ولفينا كتير وفي الاخر قلنا نجيبها، لكن مفيش فايده. ربنا يقدر يشفي على ايه. طب وانتوا يا ابني جايين لي انا ليه؟ وانتم في ايديكم تخلوه يخف. ازاي بس؟ ازاي؟ بص يا ابني انت وهو، رجعوا البقرة اللي انتوا سرقتوها عشان صاحبتها يا ابني ست فقيرة وأرملة، وساعتها بس يا ابني، ساعتها بس
ابنكم هيخف ويرجع زي الأول. خلاص خلاص، احنا هنرجع المره اللي انت قلت لنا عليها واوعدك مش هنعمل كده تاني. صدقوا كده انك تصدقني وصلت علشان يخف وبعد ايام كل اللي قلت لي عليه. ارجوك يا عم ارجوك. ربي وحبيبي يسوع المسيح، زي ما قبلت يا رب توبة المرأة الخاطئة وغفرت ليها يا رب كل خطاياها، اقبل يا رب توبة أولادك ومد يا رب إيدك بالشفاء لهذا الطفل، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد. آمين. ربي وحبيبي يسوع المسيح اللي فدانا بدمه الطاهر على عرض صليبه المقدس، ورضي انه يقبلنا احنا الخطاة رغم كثرة خطايانا، فسامحنا يا سيدي اننا نحن جميعا تهنا وابتعدنا عنك، لأنه ليس مولود امرأة يتزكى أمامك، ولا يوجد أحد بلا خطية ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. فسامحنا يا سيدي واصنع معنا كعظيم رحمتك، دبر أمور أولادك العايشين على اسمك المبارك في هذا المكان، دبر أمور شعبك، وسامحني أنا يا رب عبدك الخاطئ آمون، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. سلام يا ابني. السلام والنعمة يا تدرس. أنا جاي أكلمك النهاردة عن واحد من الآباء الرهبان، هو أبونا أبي هور. عارفه يا ابني، بس أنت عاوز تقول حاجة تانية. أنا يا ابني مش عارف اتكلم يا تدرس، عاوز تقول إيه؟ يعني يا ابني أنا نفسي أتوحد مع المسيح في حياة الوحدة، وطمعان إنك تسمح لي إني أتوحد. وأنا ما عنديش أي مانع، بس لازم تكون عارف حاجة واحدة، إن حياة الوحدة والجهاد صعبة أوي ومتاعبها كتير، وأنا يا ابني خايف عليك. ما تخافش عليا يا ابني، وأنا طبعا هاجي أطمن عليك وأزورك وكالعادة أتعلم منك، بس أنا روح يا ابني، ربنا يكون معك، وأبي هور هيكمل مكانك. اذكرني في صلواتك يا ابني. ربنا يكون معك. في شقوق التل أحيا دوما مع يسوع، في شقوق التل أشدو دوما بالدموع. يا
سلام لك يا أبي. السلام والنعم. مالك يا أبوي؟ خلاص خلاص ما تقولش كده يا أبوي، ربنا يخليك لينا. خد بيدي يا ابني، عايز اروح الكنيسة عشان احضر القداس واتناول. بس انت تعبان يا أبوي، خليك هنا وبعد القداس أبونا يجي يناولك. ما ينفعش يا ابني، انا لازم اروح الكنيسة ماشي على رجليا واحضر قراية الانجيل وبعديها اتناول. بس انت تعبان يا أبي والمشوار بعيد على قدسك. ما تخافش ما تخافش، ربنا يهديني القوة عشان اروح لغاية الكنيسة ماشي على رجليا. طيب يا أبي يلا. يا أبي كل ما بشوفك بتعلم منك. انت عامل زي الشجرة المثمرة اللي دايما تطرح وبنفضل ناكل منها. ما تقولش الكلام ده، انا ما استاهلش كل الكلام ده. انا انسان خاطئ وضعيف. خلاص يا ابني، احنا خلاص منور، ماليش مكان تاني هنا. ما تقولش كده يا ابويا، ما تقولش كده يا ابويا. الواحد من بعدك مش عارف هيعمل ايه، ومين اللي ممكن يرشدنا؟ ربنا يا ابني، ربنا ده صدر واسع قوي رحماني. روح يا ابني، روح اجمع اخواتك الرهبان وتعالوا عشان اتبارك منكم. حاضر حاضر يا ابويا. يا أبي قد إيه إحنا مشتاقين نسمعك ونتعلم منك. قول لنا يا أبانا كلمة منفعة تساعدنا على خلاص نفوسنا. مفيش كلام نسمعه يا ابني أحسن من كلمة ربنا. هات الكتاب المقدس يا ابني وطبع لنا رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي، وشوف ربنا هيقول لنا إيه النهارده. اتفضل يا أبي. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الأخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدين بيسوع سيحضرهم الله أيضا معهم. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم
في السحب لملاقاة الرب، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك يا أحبائي عزوا بعضكم بعضا دائما بهذه الكلمات، ولإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين. بصوا يا آبائي، كان في سر كنت شايله عليكم من زمان، وجه الوقت دلوقتي اللي لازم أقول لكم على السر ده. وسر إيه يا أبي اللي أنت كنت مخبيه عننا؟ في يوم من الأيام وأنا واقف بصلي ظهر لي ملاك الرب ميخائيل وقال لي إن الرب أرسلني إليك عشان أوريك المكان المعد ليك بعد انتقالك من هذا العالم. وفجأة كده شالني الملاك ودخل بيا في مكان واسع، ولقيت فيه ما لم تراه عين ولم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. وبعدها رجعني تاني الملاك لقليتي بعد ما شفت المكان المعد للذين يحبون الله. واللي عاوزكم تعرفوه إن ربنا يسوع المسيح عمره ما بينسى تعب المحبة من أجل اسمه القدوس. افرح يا أبا أمون بفرح سيدك، تصعد إلينا لتعبر معنا، فهذا هو اليوم الذي تنتهي عنك أتعاب هذا العالم الزائل. قد إيه صعب عليا إني أقول الكلام ده دلوقتي، أرجوك يا أبي بارك علينا وما تنساش تذكرني. أنا مرشد. بركة ربنا يسوع المسيح تحل على كل واحد، وما تنسوش يا أولادي إن كل من يأتي إلى المكان اللي هيدفن فيه جسده هتحل عليه نعمة ربنا يسوع المسيح، لأنه أمين وعادل ولا يخلف وعده لعبيده. أنا شايف السماء مفتوحة وملاك كتير جايين عشان ياخدوني. أنا خلاص يا رب، خلاص خلاص يا رب، خلاص خلاص. يا أهل القديس اليوم ريح الأنبا أمون السايح لجاهد الجهاد الحسن وحارب الشيطان وكل قواته، انتصر واستحق أن ينال إكليل المجد في الحياة الأبدية.
ازاي يا ابني؟ شفت روحه يا ابني، شفت روحه وهي صاعدة للسماء وحواليها الملايكة بيرنموا ويسبحوا. يلا يا حبيبي، يلا نروح نعزي التلاميذ.